الدلتا الجديدة مشروع قومي بيكتب تاريخ جديد للزراعة في مصر. مشروع الدلتا الجديدة بقى واحد من أهم المشروعات القومية اللي شغالة الدولة عليها عشان تزود الرقعة الزراعية وتحقق أمن غذائي حقيقي للمصريين. المشروع بيضم مشروعين كبار: مستقبل مصر وجنوب محور الضبعة، وكل واحد فيهم خطوة مهمة في طريق استصلاح الصحراء وتحويلها لأرض خضراء ومنتجة. مشروع مستقبل مصر موجود على امتداد طريق محور رود الفرج الضبعة الجديد، واللي اتعمل ضمن الشبكة القومية للطرق. المكان قريب جدا وبيبعد حوالي نص ساعة بس من أكتوبر، يعني في منطقة واعدة ومفتوحة لأي توسعات مستقبلية. المشروع ضخم بكل المقاييس، على مساحة 500 ألف فدان كاملة، ومخصص لزراعة محاصيل استراتيجية تكفي السوق وتقلل الاستيراد. المشروع شغال بقوة وفيه نظم ري حديثة وبنية تحتية قوية ومحطات كهرباء ومياه مجهزة عشان تبقى الأرض جاهزة للزراعة بأعلى كفاءة. ومشروع استصلاح 500 ألف فدان بجنوب محور الضبع يقع غرب مشروع مستقبل مصر، وفي منطقة مميزة جدا لأنها قريبة من الدلتا القديمة، وكمان على بعد خطوة من شبكة الطرق والمواني سواء بحرية أو جوية أو برية. ده غير إنه بيربط بين 3 محافظات: مطروح والبحيرة والجيزة. زي مشروع مستقبل مصر، المساحة هنا كمان 500 ألف فدان جاهزين للاستصلاح والزراعة. الدولة عملت حصر لمساحة 688 ألف فدان غرب مستقبل مصر، وبعد ما الدراسات اتعملت اتضح إن أكتر من 90% من الأرض صالحة للزراعة، يعني حوالي 500 ألف فدان جاهزين بالكامل للمحاصيل الاستراتيجية زي القمح، الذرة الصفراء، البقوليات، خضار وفاكهة من كل الأنواع. كمان اتعملت محطة معالجة مياه صرف زراعي عملاقة بطاقة 6 مليون متر مكعب في اليوم، والهدف منها إعادة استخدام المياه في ري الأراضي الجديدة. الخلاصة: مشروع الدلتا الجديدة مش مجرد استصلاح أراضي، ده مشروع مستقبل بلد كاملة، بيحول الصحراء لأرض منتجة، وبيزود إنتاجنا من المحاصيل اللي بنستوردها كل سنة، وبيفتح باب لفرص شغل ضخمة، وبيحط مصر على طريق زراعي حديث وقوي.